شهدت ولاية العيون انطلاق مقابلة في كرة القدم جمعت فريق ولاية الداخلة بولاية العيون، أين أعطى الأخ الوالي القوث ماموني إشارة الانطلاق قبل أن يأخذ صورة تذكارية مع الفريقين. المقابلة تأتي في إطار التحضيرات الجارية للذكرى 50 لاندلاع الكفاح المسلح، وكانت قد شهدت في شوطها الأول تعادلا بين الفريقين، ليعود فريق ولاية العيون في الشوط الثاني إلى ميدان الملعب ليسجل هدفا متفوقا بذلك على فريق ولاية الداخلة. هذه المقابلة تأتي في إطار التصفيات ما بين الولايات في إطار الاندلاع الكفاح المسلح، وبالتالي هذه المقابلة تجرى ما بين ولاية العيون والداخلة، وعلى كل حال نشيد بحضور السلطات على رأس والي الولاية. وهذه تقريبا المقابلة الثالثة يتعلق بتصفيات 20 ماي إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أن نكون المنافسة إن شاء الله روح رياضية لدى الفريقين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الرياضيين. المقابلة الرياضية التي لعبت على أرضية ولاية العيون شهدت تنافسا كبيرا بين الولايتين، وتميزت بالروح الرياضية والتنافس الإيجابي. معكم لاعب في نادي الصغور توفقنا اليوم في الفوز على نادي في ولاية الداخلة، واليوم المناسب لذكر 20 ماي 50 سنة من الكفاح، ونشكر جميع الجماهير اللي ساندتنا طيلة المباراة، ونشكر ولي ولاية العيون حضر في المباراة. فوز تهانينا للداخل وفوز للعيون بالمباراة، انتهينا تقريبا للنهائي، نتمنى الفوز في النهائي. المباراة فات الحمد لله، وفاز منتخب العيون بالجدارة، ونتمنى المباراة الجاية نفوزوا ونقدموا أداء جيد إن شاء الله. بهذا تبقى الرياضة الصحراوية وبهذه الأجيال الموهوبة تطمح للمشاركة في منتديات رياضية عالمية. من إذاعة وتلفزيون الزملة، الكوري صيلة، ولاية العيون.